السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من الصباح. النهاردة هنعمل بقى بسكوتين كده، بس بسكوت ايه؟ بسكوت سهل واقتصادي وموفر. احنا بنقول ايه بقى؟ ماشيين على مبدأ ايه؟ وفري فلوسك واعمليها في البيت. ايوه، زي يوسف ما قال كده، وفري فلوسك واعمليها في البيت، بدل ما نشتري بسكوت ساده بقى ونسقسق في الشاي كده في السقعه دي. لا، نعمل بسكوتين كده مش هيكلفونا اي حاجه، والحاجه اللي احنا هنعمله بيها كلها موجوده فين؟ في البيت. خلاص، احنا هنخش على المقادير على طول. والبسكوت اللي هنعمله النهارده بقى تسقسقيه كده في ايه؟ لزوم ايه البسكوت اللي احنا هنعمله؟ لزوم السقسقة. للسقعة اللي احنا فيها دي. هنخش على المقادير على طول. هنقول كوبايتين دقيق هنحطهم في العجان. دلوقتي احنا حطينا ايه في العجان يا يوسف؟ حطينا ايه في العجان؟ ايوه. كيلو مع كوبايتين دقيق. ايوه. ورشة ملح ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. هنحط بقى ايه؟ معلقة نشا كبيرة. معلقة ايه؟ نشا كبيرة. معلقة نشا كبيرة. هنحط كمان ايه؟ نص كوب سكر. نص كوب سكر ايه؟ باودر. خلاص، يبقى حطينا في العجان كوبايتين دقيق، نص نشا، معلقتين معلقة نشا كبيرة، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح. يبقى حطينا، هنقول تاني، مع كوبايتين دقيق، معلقة نشا كبيرة، معلقة رشة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر ايه؟ صغيرة. معلقة بيكنج باودر صغيرة ورشة ملح. خلاص، هنقلب بقى المكونات اللي هي ايه؟ الجافة. هنقلب المكونات اللي هي ايه؟ الجافة. نقلبهم مع بعض كده. خلاص، نقلب المكونات الجافة دي هنقلبها ايه؟ مع بعض. خلاص، وبعدين انت دلوقتي ما بتعرفش تقول. دلوقتي احنا حطينا ايه في العجان يا يوسف؟ كوبايتين دقيق ومعلقة نشا كبيرة ومعلقة بيكنج باودر باودر صغيرة ورشة ملح ونص كوباية سكر. ونص كوباية سكر باودر. خلاص، هنحط ايه تاني يا يوسف؟ هنحط البيض. هنحط ايه؟ بيضة. هي بيضاية واحدة. شايف؟ بسكوت ببلاش. بسكوت ايه؟ ببلاش. ما دام حطينا بيض هنحط ايه يا يوسف؟ فانيليا. هنرش رشة فانيليا او باكيت. لو ما عندناش بودر نحط سايلة. اهو كده. احنا عندنا بودر الحمد لله، يبقى هنحط السايلة. خلاص، هنحط ايه تاني يا يوسف؟ ربع كوباية زيت. ده تلت كوباية زيت. تلت كوباية زيت. ونشغل ايه بقى؟ العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنحط ايه بقى؟ هنعجن. هنحط ايه؟ ميه ايه؟ ميه دافيه. نص كوبايه ميه كده بالتدريج، بس كده. نعجن بقى عجنه كويسه. نعجن ايه؟ عجنه كويسه. دلوقتي العجينه دلوقتي طريه زياده عن اللزوم. هنحط ايه يا يوسف؟ معلقه دقيق ايه؟ صغيره. بس كده. ونسيبها ايه؟ تلم العجينه. وبعد كده نشوف العجينه بقى، عشان ايه ما صبحش المشاهدين الحلوين دول. نعجنها حلو. ولو احتاجت دقيق تاني هنحط رشه دقيق صغيره. ايه رايكم؟ نسيبها تعجن. العجينه بسم الله ما شاء الله هي كده تقريبا اتعجنت. خلاص، طبعا لقيناها طريه حطينا لها ايه؟ معلقه دقيق صغيره. لو احتاجت تاني دقيق نحط لها معلقه تاني. خلاص، احنا كده بقى هنوقف العجان بس كده، وهنطلعها العجينه الحلوه الجميله دي. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله. نطلعها بقى دلوقتي. العجينه اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه عامله ازاي، ناعمه وحلوه ازاي. انا هسيبها ترتاح بقى قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق. انا جبت بوله اهي، حطيت فيها رشه دقيق كده، ونحط ايه؟ العجينه عشان لما نيجي نطلعها كده اهو الدقيق. احنا مش هنسيبها تخمر عشان احنا هنسيب العجينه ايه يا يوسف؟
ترتاح، مش هتخمر ليه؟ عشان عشان ما حطيناش مش فيها خميرة. بس كده. نسيبها ترتاح، نسيبها ترتاح بس كده. دلوقتي العجينة ارتاحت، رشينا دقيق على الرخامة وهنفردها بقى كده فردة كويسة كده. ولو عصلجت معانا نسيبها ترتاح تاني كده. خلاص ندهن بقى العجينة من فوق دقيق كمان كده، رشة خفيفة. بصوا رشة خفيفة خالص عشان ما تلزقش في النشابة بس كده. نفرد فيها بقى كده. خلاص نقعد نفرد فيها كده اهو. طريقة سهلة وببلاش، تعتبر كده ايه بسكوت كده ايه ببلاش ببلاش ببلاش. لان الشتا طبعا عايزة ايه، عايزة تسلي بين الوجبات مش كده؟ صح. كده نقعد بقى نفرد فيها. عصلجت معانا وتلزق في النشابة، راح عاملين ايه، عايصين ايدينا دقيق كده وراح عاملين كده كده اهو اهو كده اهو. ونفرد بقى كده. وبعدين تقطعيها الشكل اللي انت عايزاه. تعمليه صوابع كده، تفرديها في الصاج وتقطعيه، تقطعيه بقطعات صغيرة كده أشكال. تعمليه عندك بلبلة كده وكيس حلواني، تطريها شوية بشوية لبن أو شوية مية وتقوي تعمليه بيها. خلاص كده. خلاص كده فردنا العجينة كده، ولا نرفعها قوي ولا تطخنها. خلاص عشان يبقى بسكوت كده ايه ناشف. احنا بقى عاملين بسكوت يعتبر ولا هو ناعم ولا هو ايه ناشف. خلاص بسكوت للشاي، احنا عاملين بسكوت ايه للشاي. هنجيب بقى اي قطعات كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الاشكال بقى اللي انتوا عايزينها كده. خلاص ممكن نعمل شكل تاني كده. خلاص كده اهو كده. ايه رايكم بقى في البسكوت ده؟ هتقولي لي ده بسكوت بتاع شاي. بسكوت بتاع شاي عشان احنا عاملينه اشكال، احنا عاملينه لاولادنا الصغيرين يفرحوا بالاشكال. طبعا ولادنا بيفرحوا بايه، بالاشكال اللي احنا بنعملها دي. خلاص كده كده اهو. نعمل شكل تاني قلوب، نعمل شكل قلوب كده اهي كده اهو، اهي كده اهو. نعمل كده اهو كده اهو كده كده اهو كده اهو. ايه رأيكم في اسرع من كده كده كده؟ في شكل تاني، في شكل تاني طبعا مدور كده اهو كده اهو اهو كده كده اهو كده اهو. ايه رأيكم؟ شوف عملنا كام شكل، 4 اشكال. ممكن نعمل تاني بس طبعا كده كفاية قوي كده كده كده. طبعا العجين اللي احنا هنطلعه هنعمل بيه تاني. خلاص العجين اللي احنا هنطلعه هنعمل بيه ايه تاني. هنفرده ونعمل بيه تاني. ممكن نعمل بقى ايه الشكل اللي احنا عايزينه تاني كده اهو اهو كده اهو كده. ايه رأيكم؟ حاجة كده حلوة كده لولادنا الصغيرين. دي طلعت بقى ايه مش راضية كده، خليها كده اهو، نبقى نعمل غيرها كده. خلاص بس كده اهو كده اهو. انا بس عشان العجينة بعيد خليهم بقى دول كده، هنبقى ايه نفردهم تاني. خلاص هنجيب بقى ايه، هنجيب الصاج كده ولا هندهنه ولا اي حاجة خالص. هنشيل كده ونحط فين في الصاج كده اهو اهو كده اهو. انت عايزة تطخنيه شوية طخنيه شوية. خلاص كده انا هرصه بقى في الصاج كده. خلي دي نطلع السلكة كده اهي. ايه رأيكم؟ اشكال في منتهى الجمال والله، ولادنا هيفرحوا بيها قوي اهي
كده اهو، كده اهو اهي، كده اهو، كده كده اهو. انا هشيل الاشكال دي كلها، وطبعا ده انا هفرده تاني. خلاص، ارص بقى الاشكال الحلوه دي كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي بعد ما شكلنا البسكوت الحلو ده، بسكوت الشاي، بسم الله ما شاء الله، هما يعني مش كتير، الكوبايتين طبعا مش كتير، عايزه ضعف الكميه ضعفيها. خلاص، ولا مكلفنا بقى سمنه ولا زبده ولا حاجه، هما شويه زيت ودقيق وخلاص، وبيضايه وخلاص. خلاص، بصوا عملناه ازاي، بسم الله ما شاء الله، ادانا الكميه الحلوه الجميله دي. احنا بقى اللي هو قطعناه كده، خرمناه كده بالشوكه كده، كده اهي، كده اهو، كده اهو. وهندخله الفرن على درجة حرارة كام يا يوسف؟ 160 أو 170 حسب الفرن بتاعنا، من 10 دقايق ل12 دقيقة. بس كده، يلا بينا بقى ندخله الفرن، يلا بينا ندخله الفرن. بعد ما طلعنا البسكوتين الحلوين دول من الفرن، بسم الله ما شاء الله، حلو بسكوت يعني من الاخر. احنا بنقول ماشيين على المبدأ وفري فلوسك واعمليه في البيت، واحنا وفرنا فلوسنا وعملناه في البيت، بسم الله ما شاء الله. من كوبايتين دقيق عملنا الكميه الحلوه دي، ايه، من الكوبايتين الدقيق. خلاص، هما يا دوبك شويه دقيق على شويه زيت وشويه سكر بودر وخلاص، واتعمل البسكوت. بسكوت ساده للشاي، للسقسقه، لزوم السقسقه ولزوم ايه السقعه. خلاص، بين الوجبات كده تسلي كده ببسكوتين كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا عاملين اهو شكل، ودي شكل، ودي شكل كمان اهو. خلاص، يبقى كده 3. ودي ايه شكل اهو، قلب اهو، بسم الله ما شاء الله. بسكوت من الاخر، بسكوت من الاخر، وعلى قد الايد قوي 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 قوي، على قد الايد قوي 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 قوي، بسم الله ما شاء الله. بصي اشكال حلوه متواضعه اهي، بسم الله ما شاء الله، اشكال حلوه والله متواضعه كده، يعني حلوه ومش مبالغ فيها ولا اي حاجه خالص، بسم الله ما شاء الله. بصوا حاجه كده من الاخر، اي حتى لو بنوته صغننه كده تقعد تشكل كده وتقعد تعمل معاكي، هيتعملوا. عايزه تضاعفي الكميه، ضاعفي الكميه وخليهم ياكلوا ويشبعوا، وان شاء الله يعجبك. وايه تاني اقول لكم، ايه، كانت معاكم نونا الصباحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.